ايه هو اللو سبيد دريلينج او البيولوجيكال دريلينج؟ انا الدكتور محمد عبد الغفور من SBC. ساعات وانا بشتغل امبلانت بنحتاج ان انا يكون معايا اوتوجينوس بون او زينوجرافت او ايا كان اللي انا ممكن اعمل بيه جرافتنج للامبلانت. انا عندي كذا طريقه ان انا ممكن اخد بيها اوتوجينوس بون اللي هو الجولد ستاندرد واحسن حاجه انا ممكن احطها للبيشنت. طيب في كذا طريقه انا ممكن اخد بيها الاوتوجينوس بون زي الاي سي ام بير اللي هي اوتو تشيب ميكر او البون سكرابر، بنعمل بيه سكرابنج للبون فباخد منه تشيبس صغيره، او ان انا استخدم حاجه اسمها بيولوجيكال دريلينج. طب ايه هو بيولوجيكال دريلينج؟ بيولوجيكال دريلينج ده انا اعمل دريلينج بسبيد قليله وزود كولنت 150 ار بي ام. طب هنا الكولنت ان انا ما استخدموش مش هيعمل مشاكل خالص، السبيد دي ما تقدرش انها تعمل اي مشاكل خالص او تسبب اي هيت جنريشن. طب ازاي؟ في البيبر دي جابوا 5 بيشنت عملوا فيهم بيولوجيكال دريلينج بسبيد قليله زي ما اتفقنا 150 وزود كولنت، واشتغلوا بهاي سبيد دريلينج بار اندر مايكروسكوب. لقوا ان البيولوجيكال دريلينج، لقوا ان البون اللي اتجمع في التشيبس بالبيولوجيكال دريلينج هي ليفنج سيلز، بينما الهاي سبيد دريلينج كان كل السيلز فيه ميته. فده يديني انديكيشن اكتر ان البيولوجيكال دريلينج هو مور كونزرفاتيف. ده غير ان هو ليه مزايا ثانيه. طب ايه المزايا بتاعته؟ اكبر ميزه ان انا بقدر اجمع اوتوجينوس بون من نفس السيرجيكال سايت، ما بحتاجش ان انا افتح سيرجيكال سايت تاني. تاني ميزه الكنترول بتاعت الدريلينج بتاعي، انا بالسبيد قليله دي اقدر ان انا اتحكم كويس جدا في الدريلينج. تالت حاجه ان انا مش هعمل هيت جنريشن، مش زي مثلا الهاي سبيد دريلينج وانا شغال في اللونج امبلانت بيبقى صعب جدا ان الكولنت يوصل لاخر الاستيوتومي.